اصبغي شعرك على العيد لون بني فاتح يجنن. هتخلي شعرك ده ناعم كمان وهتغذيه من غير اكسجين اللي بيوقع الشعر وبدون اي مواد كيميائيه. وصفه طبيعيه غير مكلفه تماما هتعمليها من لا شيء. هتخلي شعرك ده لونه يجنن وثابت معاكي وهيقعد معاكي من سنه لسنه. ورحمه الله وبركاته. اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ميه من قناه وصفات سحريه مع ميه. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا جدا للعيد وعرايس العيد. لو انت عايزه تصبغي شعرك لون بني فاتح ولون يجنن وتغذيه رهيبه لشعرك وكمان نعومه من غير ما يخف منك، من غير اكسجين، من غير اي ادوات تخلي شعرك يتساقط او يبوظ، بمكونات طبيعيه 100%. وصفه فعاله كمان هتغذي شعرك جدا وهتخلي اللون معاكي ثابت. عليكي وعلى الوصفه اللي هنعملها مع بعض النهارده، بس نركز مع بعض. الوصفه سهله جدا وبسيطه. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بصوا حبايب قلبي، عشان نعمل الصبغه بتاعتنا هنعمل خطوتين، والخطوتين مهمين جدا جدا. حتى المكونات سهله وموجوده من بيتك. اول حاجه هنستخدمها النهارده هي المكون ده، والمكون ده هو القهوة. طبعا القهوة من الحاجات الحلوة جدا جدا في صبغ الشعر، بتدي لون معاكي ثابت 100%. احنا هناخد معلقتين من القهوة، وطبعا على حسب طول وكثافة شعرك بتستخدمي او بتكتري الوصفة. تمام، هنبدأ ناخد معلقتين كبار من القهوة العادية الغير محوجة وما فيهاش، لانك لو حطيتي قهوة محوجة هتبدأ ان هي ما تعملش معاكي نتيجة. انا عايزاها قهوة تكون مش محطوط لها اي اضافات، ويفضل طبعا تكون قهوة غامقة. بعد ما حطينا القهوة بتاعتي بالشكل ده، هتبدأي ان انتي تحطي عليها نص كوبايه من الميه، نص كوبايه من الميه. وهتبداي ان انت تدوبي القهوه بتاعتك على الميه العاديه خالص اللي من الحنفيه، لحد ما تحسي ان القهوه بتاعتك ما بقاش فيها اي تكتلات، يعني تكون دابت تماما مع الميه، مش عايزه يكون فيها اي تكتلات تماما. هنقلبها كويس جدا. اهم حاجه التقليب، علشان لو ال القهوه بقت فيها تكتلات او بقت عامله منك كتل كده، الوصفه هتبوظ. فلازم ان انت تقلبيها شويه كده حلوين لحد ما تحسي ان هي دابت في الميه. بعد كده هتبداي ان انت ترفعيها على النار. هترفعيها على النار يعني لمده دقيقه كده، اول بس ما تغلي غلوه بسيطه، على اساس ان القهوه تدوب او تتجانس كده مع الميه. هتقفلي النار على طول. هوريكي برضو شكلها هيبقى عامل ازاي. القهوه بتاعتي زي ما انتم شايفين غلت غلوه واحده بس، انا ما حطيتهاش على النار كتير، هي دقيقه بس كده. حسيت ان هي غلت كده غلوه واحده، وبعدين قفلت النار على طول على اساس ان القهوه تدوب مع الميه كويس. هنبدا بقى ان احنا نركن الخطوه الاولى دي بتاعتي، وهنبدا ان احنا نجيب اي طاسه تاني برضو من المطبخ، وهنبدا نحطها بالشكل ده. وهتبداي ان انتي تاخدي ادي 1 2 3 4. هناخد 4 معالق متغرمين كده من النشا او الكورن فلاور. طبعا النشا مش بس بيساعد على الصبغه، لا النشا بينعم الشعر، لان احنا عايزين نعومه. وعلى فكره الوصفه دي تنفع لجميع انواع الشعر. هتبداي ان انت تحطي النشا بالشكل ده كده على في الطاسه بتاعتك او اي حله بسيطه صغيره كده او كزرولة، وهنحطها. بعد كده هتبداي ان انت تاخدي معلقه 2، هتاخدي معلقتين من الكاكاو، معلقتين من الكاكاو. وهتبداي ان انت تقلبي. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، ان انت محتاجه تقليب منك شويه كده حلوين، ان انت تقلبي الكاكاو مع معلقتين الكاكاو مع النشا كويس قوي، بحيث ان انت تحسي ان هما اتقلبوا وتجانسوا كده مع بعض كويس. التقليب كويس مهم جدا في الوصفه بتاعتي. هنقلبهم كويس قوي الكاكاو مع النشا. بعد ما قلبناهم كويس وحسينا ان هما اتقلبوا خالص وتدخلوا كده جوه بعض، هتبداي ان انتي تحطي عليهم برضو معلقتين من القهوه.
لان الاساسي معايا في الوصفه بتاعتي القهوه. هناخد معلقتين برضو من القهوه، وزي ما قلت لك القهوه تكون ساده وما يكونش فيها اي اضافات. هنبدا نقلب القهوه كويس جدا مع المكونات بتاعتي، مع الكاكاو ومع النشا. بعد ما قلبناهم كويس قوي حسيناهم ان هما كده تداخلوا كده جوه بعض، هنبدأ بقى ان احنا ننزل عليهم بمية القهوة. وهنبدأ بقى نقلب. الخطوة دي مهمة جدا ان انت تقلبي بحيث ان انت تحسي ان النشا ما فيهوش تكتلات. انا عايزاكي تقلبي كويس علشان المكونات بتاعتك كلها تتداخل كده جوه بعض وتتقلب كويس. هنقلبهم لحد ما نحس ان النشا اختفى تماما هو والقهوة والكاكاو، ما عادش فيهم اي تكتلات تماما. شايفين؟ هتبداي حبيبة قلبي ترفعيهم تاني على نار هادية، تقلبتين اتنين هتلاقيهم تقلوا معاكي وبقى قوامهم كريمي سايل. انا مش عايزه القوام بتاعك يبقى كريمي متماسك، عايزاه يبقى كريمي سايل شويه، وهوريكي برضو شكلها هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي الكريم بتاعي بقى جاهز اهو. بصوا القوام معايا بقى كريمي. بس اهم حاجه بعد ما تنزليها من على النار، بعد ما تنزل من على النار بتبداي تقعدي تقلبي شويه لحد ما تحسي ان الكريم بتاعك فك خالص او فك معاكي شويه. هنقلبهم كده شويه لحد ما نحس ان الكريم بتاعك فك خالص. بعد كده بقى هنبدا ان احنا نستخدم اخر مكون معايا. ده اخر مكون هتستخدميه وبعد كده الصبغه بتاعتك هتكون جاهزه خالص. هنبدا ناخد معلقه كبيره من الحنه العاديه خالص اللي احنا بنجيبها من عند العطار. هنبدا ناخد معلقه من الحنه، وهنبدا ان احنا طبعا خطوه الحنه دي بتتحط في الاخر خالص، ما بتتحطش مع الصبغه، لا بتتحط في الاخر. وهنبدا ان احنا نقلب او ندخل الحنه جوه الكريم بتاعك. هتلاقيها ايه دخلت معاكي على طول. صبغه هتخلي لون شعرك ده تحفه 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 بجد. هنبدا ان احنا نقلب وهتديكي لون بني مش احمر، بني فاتح. هنبدا ان احنا نقلب الحنه كويس جدا جدا مع المكونات بتاعتي بحيث ان هما ايه يتجانسوا مع بعض والحنه بتاعتي تبقى جاهزه. الصبغه بتاعتي هتبقى اجمل صبغه هتجربيها في حياتك. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي الصبغه بتاعتي اهي بقت جاهزه. هتبداي بقى هقولك تستخدميها ازاي. هنبدا الاول نجيب طبق وهنبدا ان احنا ننقل فيه الصبغه بتاعتي. هننقل الصبغه بتاعتي كلها كده في طبق الاول عشان نشيلها بس من الطاسه اللي احنا حضرنا فيها الصبغه. بالشكل ده كده اهي. بصوا اللون، بصوا حاجه تحفه، حاجه كده هتحطيها هتلاقي شعرك ده بجد يعني احلى حاجه كمان في الوصفه دي انها بتغذي الشعر جدا، بتعالج الشيب. هتبداي ان انت تاخدي الصبغه بتاعتك دي كده وهتيجي بقى على شعرك وتفردي. هتقسمي شعرك طبعا زي ما بنصبغ شعرنا عادي، هنقسم شعرنا 3/4 كده على 3 اقسام، وهنبدا ان احنا نحط الحنه ونفردها على الشعر كله ونقسم ونفرد بالشكل ده كده اكن ده الشعر. هنفرد كده ونروح مقسمين الشعر ونفرد تاني لحد ما نملى الشعر كله من قدام لحد الاطراف، من الجذور لحد الاطراف بالحنه بالصبغه. بعد كده هتبداي ان انت تسيبيها، يا ريت تغطي شعرك باي بونيه وتسيبيها من 3 ل 4 ساعات، ممكن كمان 5 ساعات. كل ما هتسيبيها لمده اطول كل ما اللون هيثبت معاكي ويديكي لون احلى.
وبعد كده اغسلي شعرك يا قمر وشوفي النتيجه بعينيك. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.